طلبت معانا في فسفور، وتعالوا نشوف مع بعض تجربه جديده في مطعم اسمه ركن الجمبري موجود في العصافره امام عروس دمشق. وركن الجمبري معروف عنه انه كل شغله بلدي وفريش، وحابين نختار من المنيو حاجات مختلفه شويه غير تقليديه. والمكان هناك فيه صاله ودليفري، وانت داخل المكان بتلاقي يوفط كتير بتعبر عن السي فود وتخليك متحمس اللي انت تجربه. ونزل الاكل على الترابيزه، واول حاجه نزلت مكرونه سي فود وطبق جمبري باتر فلاي بالزبده، وبعدها نزل شوربه السي فود وشوربه الجمبري ومعاهم طبق كفته الجمبري وحاجه اخر جمدان. وبعدها نزل طبق الرز بالجمبري والسبيت والفيليه، ولا الملوخيه بالجمبري يا عيني. كان منظر الاكل يا جماعه جامد. ركن الجمبري فعلا ناس متخصصه في الجمبري وبيعملوا منه كل حاجه وبكل انواعه. في مكرونه تلاقي بالجمبري، شوربه تلاقي بالجمبري، تلاقي جمبري زبده، كفته الجمبري، كل حاجه بتتعمل بالجمبري. ندخل بقى على شوربه الجمبري وطعمها كان حلو جدا. وندوق بقى السبيت والفيليه وشكل لحمها الابيض مغري قوي، ولا تغميسه الطحينه هتخليك في عالم تاني خالص. ودخل نصر على شوربه السي فود اللي مليانه بهاريز، تحس نفسك قاعد في وسط البحر. تنزل السناره تطلع اشكال والوان فيها كلها من خيرات ربنا. كفته الجمبري كانت طريه قوي من جوه بتقرمش من بره. ودخل نصر على مكرونه السي فود واخد اول قطمه، ونصر عجبه الصوص قوي قوي، طعم حلو وتحسه ان خامه مخدوم كويس، ونصر مسك في المكرونه ما حلهاش، كانت عاجباه جدا. ودخل نصر بعدها على الجمبري الباتر فلاي اللي متغرق زبده، ويقشر واحده جمبريه بلدي تستاهل بقك. الجمبري بالزبده في ركن الجمبري بجد حاجه وهم. وندخل بقى على الملوخيه السي فود اللي كانت سخنه مولعه، وكان طعمها حلو ولذيذ وتقيله. ملوخيه بالجمبري زي ما الكتاب بيقول فعلا. ميكس بقى الملوخيه مع الرز بالجمبري خطير قوي بجد، تحفه. واحده بقى جمبريه باتر فراي على بق واحد، هوب دلع الدلع. واستمرينا انا ونصر في هذه الملحمه العنيفه ديت، وكانت حرب عالميه ثالثه على الترابيزه. خد وهات واضرب من هنا ومن هناك، وكان مزاجنا عالي واكله تخرجك من اي اكتئاب وتخليك تنور. كنا شبعنا، بس من طعامه الاكل ونظافته وخامته العاليه اجبرتنا اننا نستمتع بحلاوته لاخر لحظه. وهكذا انتهت المعركه، وكانت تجربه ومغامره جميله جدا، ونتمنى انكم تجربوها، ونشوفكم في تجربه جديده مع المطعم جيه.